المنتصف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة الإخبارية، وفيها اليوم إذن تم صباح اليوم إجراء بتة عمومية للجنة أسواق جربة حمة السوق، وتم منع ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من مواكبة هذه البتة وفقا لتأكيد مراد بوعون ممثل منظمة عتيد بجربة وعدد من الإعلاميين. احنا كعتيد حضرنا باش نراقبوا لا اكثر لا اقل، لا نبعثوا راينا لا حتى شيء ونعملوا التقرير نتاعنا. وقع عملنا ثم قوة عامة قدام المكتب نتاع رئيس البلدية، دخلوا الأربع أشخاص فقط اللي دافعين نسبة 10%، ووقع منها احنا كعتيد كمجتمع مدني والصحافة المكتوبة. بالنسبة للمنع، هذه أول مرة في العادة منظمة عتيد ديما تكون حاضرة ولسفام ديما تكون حاضرة. أنا كصحفي في جريدة الجزيرة، العادة يصير الاجتماع في قاعة الاجتماعات ديما. أول مرة يصير الاجتماع في معناتها بثة عمومية تصير في مكتب رئيس البلدية تحت المعتمد. معناها عمره ما حضر اللجنة هذه، ما نجموش باش نحكوا معاه. لقينا كان الأمن معناها سألناه، لأن خويا راهو قالوا لنا ممنوع ما يدخل حد، ما يدخلوا كان اللي مشاركين في 10%.